السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من قناتي. هنعمل مع بعض النهاردة البوريك بأسهل طريقة ومكونات بسيطة موجودة في كل بيت وبعجينة سهلة وسريعة جدا. تعالوا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. بس يا ريت قبل ما نبتدي الفيديو ما ننساش نشترك في القناة ونفعل جرس التنبيه عشان يوصل لكم إشعارات بكل وصفاتي الجديدة، وما ننساش نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة معايا كوباية مية دافية و3 معالق سكر وكيس خميرة فورية. هنقلب المكونات بتاعتنا لحد ما تدوب معايا، وهسيب الخميرة بتاعتي لحد ما تتفاعل. بعد ما الخميرة بتاعتي تتفاعل هضيف عليها معلقة صلصة جاهزة، وهقلب المكونات بتاعتي، وهضيف نص كوباية زيت على زبدة او زيت على سمنة. المهم يكون معايا نص كوباية المتاح عندك. وهقلب المكونات السائلة بتاعتي، وهيكون معايا كيلو دقيق، وهضيف على كيلو الدقيق ده رشة ملح ورشة بيكنج باودر، وهعجن المكونات دي بالمعلقة، وبعد كده هعجنها بايدي. انا هقلب المكونات بتاعتي الاول بالمعلقة علشان ما تلزقش في ايدي، لان هي لسه سايله معايا. ولما الاقيها اتلمت معايا خلاص بالمعلقه هقوم عجنها بايدي عجنه كويسه قوي. خلاص هي كده اتلمت معايا بالمعلقه، انا كده بقى هعجنها بايدي. هعجنها مش هتلزق معايا لان هي فيها زبده وزيت. هضيف عليها بس معلقتين لبن او 3 معالق لبن علشان تبقى طريه قوي في ايدي وانا بعجنها. واول ما الاقيها لمت معايا خلاص في البوله هاخدها على الرخامة بتاعتي علشان اعرف اعجنها كويس، علشان كمان لو فيها عرق يبقى انا عجنتها كويس قوي واعرف اشتغل بيها زي ما انا عايزة وتبقى طرية قوي في ايدي. لازم نعجنها حلوة قوي علشان في انواع دقيق بيبقى فيها عرق، لازم تتعجن كويس قوي. ولو لقيت الدقيق اللي انت بتجيبيه فيه عرق يبقى استمر عليه، لان ده يبقى دقيق كويس قوي. دهنت ايدي بس دهنة زيت بسيطة، وعملتها على العجينة كده بعد ما خلصتها، وحطيتها في البولة بتاعتي، وهغطيها بستريتش عشان بس الاستريتش ما يلزقش في العجينة، وهسيبها تختمر. هي ممكن تاخد حوالي نص ساعة او ساعة بالكتير، مش اكتر من كده، وبعد كده هنشتغل بيها. ودي شكل العجينة بتاعتنا بعد ما اختمرت. لما اختمرت جامد طلعت البواقي بتاعتها يعني ورق الاسترتش اتعمل منها زي ما انتوا شايفين كده. هاخدها قدامي على الرخامة وهشكلها بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت. انا بحب اعمل الكور بكوباية صغيرة من عندي، بيطلع شكلها حلو قوي. هكور العجينة كلها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، كور صغيرة. اعملي الطريقة دي صدقيني هتريحك قوي، مش هتخليكي تقعدي تقرصي كل كرة لوحدها وترجعي تاني تخمري البواقي اللي بتطلع من الكور اللي انت بتقرصيها. طريقة الكوباية دي هتريحك في التقريص كله، سواء يعني لو عايزة تعملي كرة كبيرة او كرة صغيرة على حسب الكوباية اللي انت عايزة تعملي بيها. انا دلوقتي محتاجة الكوباية الصغيرة دي علشان اطلع بيها كور صغيرة اعرف اشتغل بيها. انا هكور كل العجينة اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت، هكورها كده بالكوباية بتاعتي الصغيرة اللي انا بعمل بيها دي. ولو لقيت العجينة بتاعتي عالية شوية هبططها سنة كده بايدي، وارجع تاني اعمل كور صغيرة بنفس الكوباية اللي في ايدي. اي نوع جبنة عندك، فيتا، جبنة ريش، اي نوع جبنة. انا عملت جبنة فيتا وحطيت عليها حبة البركة، وهقلبها وهحشي بيها البوريك بتاعي، وهتشوفوا معايا ازاي انا هعمله دلوقتي. هاخد كرة صغيرة وبططها زي ما انتوا شايفين، هبططها طولية مش هبططها دايرة، طولية زي ما انتوا شايفين كده. وهحط الجبنة فيها بالطول، وبعدين هلفها رول، هقفلها من هنا ومن هنا ومن الجوانب، وهقفلها كويس. وبعدين هبرمها برمة بسيطة على العجينة على الرخامة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. وانا بعملها هعمل معاكم كذا واحدة عشان تشوفوا انا بعملها ازاي. لو انتي حابة تعمليها اصغر من كده هتطلع برضو حلوة معاكي. المعجنات في البيت جميلة قوي وبتوفر علينا فلوس كتير، وبتبقى حلوة أوي في الفطار أو في العشاء.
وجبة خفيفة حلوة. الحاجات دي في البيت خير وجميلة قوي، وهتوفر علينا ان احنا نشتريها بفلوس كتير. انا بعملها في البيت على طول واولادي بيحبوها قوي، بيقولوا لي يا ماما دي جميلة قوي، احسن من اللي احنا كنا بنشتريها. ما تمليش البوريك جبنة علشان الجبنة ما تطلعش بره بعد ما تسيح في الفرن، ما تطلعش بره البوريك. زي ما انتوا شايفين انا مش بحط كتير، وبحط في النص، ما بحطش على الحراف، وبقفلها من الجوانب وبقفلها كويس قوي. وانا بحط الحاجات دي في الصاج، برص البوريك بتاعي في الصاج، بحطه بنيمه كده على حتة القفلة اللي انا قافلة بيها، والبرمة بتاعتي بتخلي القفلة مقفولة قوي زي ما انتوا شايفين معايا كده. لازم ضروري القفلة بتاعت البوريك تكون تحت في الصاج، ما سيبهاش ظاهرة من الجوانب، علشان لما تختمر معايا الفتحة اللي انا قفلت منها ما تفتحش معايا بعد ما تختمر. هرص البوريك بتاعي في الصاج زي ما انتوا شايفين. لو عندك ورق زبدة حطيه، ما عندكيش خلاص هو كده ولا كده البوريك بتاعي فيه مادة دهنية مش هيلزق معايا في الصاج خالص. وزي ما انتوا شايفين انا بحط البوريك بتاعي على القفلة اللي انا قفلت بيها، يعني القفلة مش ظاهرة من الجوانب او من فوق زي ما انتوا شايفين كده. وهكون مولعة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 او 200، منزيدش عن كده، ويكون الفرن بتاعي سخن من قبلها بربع ساعة. وهحط البوريك بتاعي على الرف اللي في النص عشان ما بياخدش وقت معايا خالص، اقل من 5 دقايق، ممكن ثواني بتلاقيه خلاص عمل معاكي. هدهن البوريك بتاعي بالمية، مية مش حاطة اي حاجة تانية، مية بس. وهرش عليه حبة البركة، وهدخله الفرن على درجة حرارة 180 أو 200، مش أكتر من كده. وبس كده، دي كانت وصفتي النهاردة. يا رب ما تكونوش زهقتوا مني وكنت طولت عليكم الفيديو. أنا مش بحب أطول عليكم الفيديو عشان ما تملوش بسرعة. ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، ولو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل وصفاتي الجديدة أول بأول. وما تنسوش في آخر الفيديو تصلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.